بنبدأ الحلقة وبيقول فرسان جيهو: سيدي، عالم الماركريز وينترفول قد ظهر مرة تانية. دي المرة الرابعة بيظهر ويختفي بالشكل ده. هما بيخططوا لإيه بالظبط؟ واضح إنه سيتعين عليك اتخاذ قرار وشيك دلوقتي يا سيدي. تمام. لو استمر الوضع بالشكل ده احنا أكيد ما ينفعش نسكت، مش كده؟ جهزوا كافة التدابير للمطاردة المباشرة في المرة التالية التي يظهر فيها. إيه؟ سيد جيهو، ده استفزاز صريح. لا يجب أن تنساق إلى مكائدهم أبدا. دي خطتهم أصلا. هم عايزين إن أنت تمشي وراهم بالشكل ده. أيوة صحيح فعلا يا سيدي، فربما يكونوا قد دبروا خطة لاجتياحنا بمياه النهر في اللحظة التي نحاول فيها عبور النهر. هم أكيد بيخططوا عشان يقتلونا. ده كمين للاستدراك بكل وضوح. لا يجب أن تنساق إليه أبدا يا سيدي. ده موسم الجفاف، كمية تدفق النهر ضئيلة جدا، عشان كده مستحيل أن يكون الأمر بالشكل ده. أيوة، لكن يا سيد جيهو، بيقول في نفسه: أنا عارف الشيء ده بعقلي، ولكن هل يوجد طعم آخر كهذا لا يمكن تجنبه حتى مع معرفتي بأنه فخ؟ حتى الآن تبدو لي كأنني أستطيع الإمساك بها بمجرد مد إيدي. نادية، مهما حصل انت هتبقي بتاعتي، وهوصل لك مهما حصل. مش هتجاهلك أبدا حتى لو بتعملي كده عشان تتسببي بموتي، برضه مش هتجاهلك. بس إيه؟ يعني معقول تكون اختارت الرجل ده بدلا عني؟ ومع ذلك الشخص اللي قعدها بالزمن وأظهر ليها عالم جديد كان أنا اللي قعدت الزمن عشان أكفر عن خطئي وأعطيها حياة جديدة بالشكل ده. إذا كان هو السبب خيانتي ليها في الماضي، فسأقضي حياتي كلها أكفر عن ذنبي ده. لو ابتسمت لي مجددا بالشكل ده سأقدم روحي طوعية وأكون خدامها لمدى الحياة، بس تسامحني وتكون معايا. لكن يا نادية، لو وقعتي في قبضتي المرة دي مجددا مش هسيبك أبدا. سيدي هو، أنت لازم إن أنت تفكر مرة تانية في الأمر ده. لا يلزمنا الرد ما لم يعبروا النهر مبادرين من طرفهم، لذلك يفضل التدشين للدفاع ضد هجومهم. ما ينفعش أبدا إن احنا نطاردهم يا سيدي. يبدو أن الجميع يتغاضى عن نقطة واحدة: أنا هو القائد. بيقول في نفسه: نادية دلوقتي قدام عيني وعلى مقربة كأنني سألمسها في أي لحظة، وما عنديش أي مشكلة إن أنا يحصل لي أي ضرر. أنا جازفت بروحي بالفعل. اقبضوا على ابنة الدوق بلا جنت حية مهما كلفكم الزمن. ومن الناحية التانية عند نادية وغلين: الطقس في الجنوب حار جدا بالتأكيد. ألا يتلوح أي بوادر لتحرك جيش الجنوب بعد؟ لا يتلوح أي حركة على الإطلاق بعد. نادية، نادية أنت كويسة؟ ألا يبدو أنه لا ينوي التحرك وفقا لخطتنا حتى الآن؟ تفتكر الشيء ده فعلا؟ بتقول في نفسها: هو ده نفس الشخص اللي بحث عن طريقة لإعادة الزمن لرؤيتي ونجح في ذلك. لذلك اعتقدت أنه سيظهر حتما إذا استدركت إلى هنا. لا أظن أن الأمر سهل للماضي فيه بإصرار. أكيد خدمه بيحرضوه إن هو ما يجيش ورانا بالشكل ده. حتى لو اهتز لي جيهو بنفسه فمن حوله لن يقبلوا بذلك أبدا. بالتأكيد هذه المرة الخامسة اليوم يمكن الآخرين أيضا أن يشعروا بالإنهاك. تمام. يؤسفني القول أن محاولات الاستدراك كانت كافية على ما أعتقد. بعد العملية دي لن تشاركي مجددا وأنا هتولى الأمور بنفسي. إيه ده؟ ألا تبدو تلك الأساور كأنها تتحرك؟ أيعقل أن جيش الجنوب سيخرج أخيرا؟ فرسان الجنوب يحاولون عبور النهر. إيه ده؟ إيه ده؟ الأمر حقيقي فعلا. واضح إنهم كانوا يعدون الأمر سلفا لعودتنا مرة تانية. نادية، ده مش الوقت اللي انت تفرحي بيه. تراجعوا جميعكم في الحال، يلا. أمرك يا سيدي. هو بالفعل بالشكل ده جيهو فكر بجنون، وكان كل همه بس إن هو يخطف نادية عشان تكون ليه مرة تانية. بتقول في نفسها: لم أتوقع أنهم سيقعون في الفخ بالفعل. لا يمكن ألا يعلموا أن ما ينتظرهم جحيم. هم كانوا بيتجهزوا موازية لاستفزازنا ليهم 5 مرات. إنه ليس شخصا عديم الخبرة ليبادر بالهجوم مباشرة بدون رؤية. يا ترى هو نيته إيه بالظبط؟ إيه؟ إيه ده؟ نادية، نادية خلي بالك، أنا كويسة. هو كان هيغرشني بس أنا كويسة. بتقول في نفسها: بالتأكيد جميع الرماة الخيال يصابون إلى الأسفل، لا ينون إلحاق إصابات مميتة مش كده؟ ولكن رغم ذلك يترددون في إطلاق السهام. يبدو أنه سيصيبهم حرج إذا أصيبت سيقان الفرسان. أكيد لو قاموا بإصابتي في أي وقت بالشكل ده هو مش هيسيبهم وهيقتلهم. على الرغم من ذلك يبدو أنهم قد اعتزموا الأمر في قرارة نفسهم. إنهم لا يستهدفون الرأس أو الصدر. لا يبدو أنه ينقصهم العزم على القتال. بيقول غليم في نفسه: الهدف هو المطاردة والاستقصاء أو القبض حيا. هل هذه توجيهات ذلك الرجل؟ ولكن لماذا؟ على حد علمي أن كل ما كان بيني وبينه هو محادثات قصيرة حول الخطة فقط. هل يمكن أن يولي نادية؟ دي مجرد شخصية خائنة للجنوب. كل الأهمية دي هو ليه مهووس بيها بالشكل ده؟ هو فعلا الاتنين دول في بينهم أي شيء أنا معرفوش؟ يجب أن أستدرجهم أكثر عمقا. يجب أن ننقسم الآن. فايبان تولى مرافقة نادية بصحبة الآخرين. طيب أوامرك يا سيدي. غلين، أرجوك لا تصب بأي أذى.
خلينا نلتقي مجددا ونحن سالمون تماما. تمام. ما تقلقيش، هو ده بالظبط اللي هيحصل يا نادية. هل أصدر السيد جيهو توجيهات أخرى؟ إذا وصلنا التحرك بالشكل ده فلن نتمكن من إطلاق السهام والمطاردة. إذا توغلنا في الغابة فالمخابئ ستزداد فقط لأعلم ما الذي يحدث بالضبط، لكنها توجيهات السيد جيهو، عشان كده خلينا نلحقهم. إيه ده؟ الفرقة المرافقة تتفرق. المرافقون ليسوا أولوياتنا، واصلوا تتبع الأغلبية. طيب، أوامرك يا سيدي. ولكن أين السيد جيهو؟ لقد انسحب منفردا بعد أن أسند القيادة مؤقتا. يبدو أنه ينوي المطاردة عبر مسار مختلف. لم يكن لينسحب بمفرده. كان يبدو كأن لديه هدفا، ولكن أنا معرفش هو الشخص ده بيفكر فيه بالظبط على الإطلاق. هو طبعا في الوقت ده كان بيتبع نادية بس عشان يوصل ليها. غالين في الوقت ده بيكون متوتر جدا. ايه ده؟ المطاردة بدأت بالفعل دلوقتي. جيهو بيكون جن جنونه تماما، ومش شايف قدامه غير نادية وإن هو عايز يوصل لها بأي طريقة. سيدتي، تقدمي أمامي مباشرة بالشكل ده. ولكن اللي بيحصل بعد كده، نادية بتكون خلاص هتسقط من على الحصان، ولكن غليب بيجي في الوقت ده وبيلحقها. ولكنه بالفعل مش بيلحق وبتفلت من الحصان. بتكون خلاص على وشك إن هي تسقط، ولو سقطت بالفعل دلوقتي أكيد هيحصل لها إجهاض أو إصابة. سيدتي، سيدتي انتي كويسة؟ ولكن اللي بيلحقها في الوقت ده فايبان. فايبان، فايبان انت كويس؟ يا سيدتي أنا كويس. المهم دلوقتي اهربي، اهربي دلوقتي بقولك. بتيجي تنظر أمامها بتلاقي جيهو. سيدتي. فايبان، انت بتعملي ايه؟ ابتعد. سيدتي أنا كويس. تفضلي انتي يلا واذهبي أولا. أيوة، لكن بتلاقي اللي بيقول لها: أتيح لك الفرصة الأخيرة. اختاري دلوقتي يا نادية، إما أن تعودي إلى الوطن أو أن تتركي هذا الفارس المسكين الذي وثق بقوتك يحتضر. ها، يلا يا نادية اختاري دلوقتي. هتيجي معايا ولا أقتله قدام عينك؟ اختاري دلوقتي بسرعة يا نادية. خلاص، ما بقاش في أي شيء يزعجك في بلاجنت. ألا تعلمين جيدا أن الدوق والأنسة كارين لم يعودوا في قصر الدوكية دلوقتي؟ أنا بمقدوري أن أحميك حتى من نظرات ذلك الرجل إيدن. طالما أنت بجواري فلن يجرؤ أحدا على الإساءة إليك أبدا. سيكون هناك بعض الاضطراب مؤقتا، ولكن قريبا كلهم هينسوكي. أنت مجرد امرأة متألمة ساقط لمكائد الماركريز. لن أسمح لك بمعاناة مثل هذه الأمور مرة تانية. نادية، تعالي معايا وهعطيكي كل شيء اتحرمتي منه في الماضي. ولكن في الوقت ده بيجي غليم من الخلف. عشان كده يا نادية، يلا مدي ايدك دلوقتي بسرعة. ولكن بيشوف غليم. كنت أتساءل ما السر الذي يتبادلانه هذان الاثنين بينهما. لم يكن هناك داعي للقلق أصلا. نادية مش هتيجي معاك أبدا. نادية هي الشخص الذي لا يجب أن ينسى بواسطة أي حد. غلين، أنت جيت. بتكون سعيدة جدا إن هو جه وأنقذها منه. وبالفعل دلوقتي بتحصل مقاتلة بين الاتنين دول. الاتنين بيتخانقوا على نادية. فايبان، اسحب نادية وطوريها عن الإنذار يلا. غلين، غلين أرجوك. سيدتي، اقترابك خطر. مفيش مشكلة يا نادية، أنا وعدتك إن أنا مش هتركك وحيدة أبدا. نادية، استني ما تمشيش أرجوكي. يبدو أنك تتوهم أمرا ما. وبعد كده غليم في الوقت ده بيقوم بمهاجمته. نادية لم تطع أي قول أنت قلته ليها في دماغها، وهي ما عندهاش أي حنين للوطن. نادية هي الشخص الذي سيمسك بزمام حياتها في نهاية الأمر. الجنوب الشيبية بالقفص لا يلائم شخصا كهذا أبدا. عايز تاخدها معاك وتحبسها؟ انسى الشيء ده، انسى. هو بعد كده بيقول جيهو: هي لجرأتك في الكلام، انت زي الكتاب المفتوح. يلا واصل حديثك، لأنه سيكون نهاية لما تقول. ولكن في الوقت ده فايبان ونادية بيكونوا عايدين للوطن. فايبان، قولي، يا ترى غلين هيكون بخير؟ أيوة طبعا يا سيدتي، أي رجل هو سيدنا. أليس الشخص الذي لا يتحدث بكلام عبثي أبدا؟ إذا سأتجه بالفرس نحو التلال المحيطة. لا أشك في غلين، ولكنني أرغب في مراقبة وضع المعركة. يا سيدتي، اطمني، هو هيكون بخير. بتقول في نفسها: أنا واثقة تماما في غلين، ولكن لما يا ترى؟ ليه بيلازمني شعور دايما بالقلق بالشكل ده؟ من الناحية التانية بيكون الاتنين دول لسه بيتقاتلوا. بيقول غليم في نفسه: بالتأكيد كيل أنه كان فارسا بارزا في الخطوط الأمامية، حركة مغايرة تماما لما رأيته في العاصمة. إنه يقاتل بعنف شديد جدا، زي ما يكون بيكرهني وعايز ينتقم مني. ولكن نحن أيضا لم نكن مجرد مشاهدين طول الوقت ده. أنا كمان عندي قوتي الخاصة. وبعد كده غليم بيحاول يستفزه وبيقوله: من الواضح أنك لا تزال لا تدرك لماذا اختارت نادية الشمال. ايه ده؟ هو ده استفزاز مضاد منك ولا ايه؟ لا، مش استفزاز ولا حاجة. لم يكن سوى نواياك السطحية هي التي بدت لي واضحة.
لما اضطرت نادية إلى المخاطرة بحياتها لاستدراجك بالشكل ده؟ لن تتفهم تخليها عن حياتها الرفاهية وسعيها لشق طريقها الخاص، مش كده ولا إيه؟ اخرس، بقولك اخرس. ولهذا اختارت نادية الشمال. ما تحتاجه نادية ليس الحماية والدفء، ما تحتاجه نادية هو الثقة والحرية، وأشخاص يثقون في أحكامها. اخرس بقولك. إذا توهمت أنه بإمكانك امتلاكها بهذا القدر من الغرور فأنت بتحلم. لا يا جيهو، العكس هو اللي صحيح تماما. وبعد كده بحركات مبهرة بيقوم غلين بمهاجمته بالشكل ده. وبالشكل ده غلين نجح في استفزازه، وده بيخلي جيهو أضعف من الأول. أيها الوغد، أنت بتعمل إيه؟ ولكن في الوقت ده قطرات الدماء بتتطاير بالشكل ده. يا ترى مين فيهم اللي اتصاب؟ ستوبخني نادية على هذا الأمر. لقد تعاهدنا بأن نلتقي مرة تانية بدون جروح أو إصابات. ظننت قد اكتسبت بعض النضج، لكنك ما تزال تنساق لمزاح بالشكل ده. ها أنت، أيها الوغد، هو بالشكل ده جيهو هو اللي تمت إصابته. سأثني على شجاعتك في التجرؤ على مبارزتي في ساحة المعركة. سيدي، أعمال التنظيف قد أنجزت. ألسنة ألسنة اللهب هتنتشر قريبا. أحسنت صنعا. خلينا يلا نرجع دلوقتي. إيه ده؟ رائحة الاحتراق. يبدو أن بقية الجنود قد قتلوا جميعا. يعني أنا كمان وصلت إلى النقطة دي وهموت؟ هل يجب علي أن أموت هنا أيضا؟ هو بالشكل ده تم جذبي إلى هذا العالم الآخر المجهول بين عشي وضحاياها. قتلت التنانين وانسقت إلى الحروب، وأعددت الزمان للوراء حتى ضحيت بحياتي. ومع ذلك هل كانت النتيجة التي جنيتها بهذا القدر السوء؟ هي لسعادتي لو أدركت في وقت أبكر أن هذا العالم لم يكن مهيأ لي. لو أدركت الشيء الثمين في وقت أبكر قليلا، ما الذي سيتغير؟ ما أرتجيه في هذا العالم كان شيئا واحد بس. ما كنتش عايزة غير حاجة واحدة بس، إن أنا أرجع بالزمن ونادية ترجع لي مرة تانية. لا أستطيع القبول. إذا كانت حصيلة كل ما قمت به هنا هو هذه، فلن أستطيع استيعاب هذا أبدا. أنا من يقرر نهايتي ونهايتها، عشان كده نادية برضو هتبقى ليا. وبسبب المعركة في الغابة خسر جيش الجنوب أغلب قوته النخبة. ما تبقى كان فقط بضعة جنود قادهم إلى السيادة. السيادة الجنوبية كانت تتألف في الأغلب من سهول خصبة، وبعبارة تانية لم تشكل تضاريس الجنوب حاجز يسد الحرب أبدا. السهولة التي جعلت الجنوب قوي جدا بفضل قوتها الإنتاجية الهائلة لم تكن ذات، وبفضل ذلك تمكنت وينترفيل وبعض سادة الشمال من التقدم بجرأة إلى دوقية الجنوب. لكن تجاوز الأسوار التي شيدتها بلاجنت لم يكن سهلا أبدا على الإطلاق. ولكن لا داعي للتحدث برسمية. أعلنوا شرط أن أرواح ممتلكات المستسلمين مضمونة. بالتأكيد سيظهر الخونة. الجميع كان يدرك بالفعل أن كفة الحرب قد مالت. الصغار الذين يسعون لإنقاذ أرواحهم على الأقل كثيرين ومنتشرين جدا. وبالنسبة للنبلاء الذين يسعون لصون حياة الجنوب الهنيئة، فإن مأزق شرفهم ليس قيمة جليلة بل هو مفهوم طبيعي. والنبيل الذي مد يده أولا من نبلاء الجنوب هو حضرة الماركريز. دي رسالة أرسلها الكونت فرايد. هذا غريب. لم أظن أن هذا الرجل سيخون بلاجنت أولا. ألم يكن أحد أقرب المقربين للدوك؟ لابد أنها خطة لحماية ممتلكاته بعد استيعاب مسار المعركة. أيوة، من السابق لأوان الحكم. يحتمل أن يكون فخا أيضا، مش كده ولا إيه؟ إحنا لازم إن إحنا نكون حذرين جدا. إذا كان الأمر بالشكل ده فما هو سبب استخدام خطة الانقسام؟ إذا كان يشك فقط في من أعلنوا نية الاستسلام. المشكلة أنه كان أحد أصحاب النفوذ في الجنوب، ولهذا أنا ما عنديش أي ثقة فيه. بالشكل ده غليم بيقعد يفكر. تمام، أنا رأيي مختلف تماما. الكونت فرايد رجل محتل، ولكنه في ذات الوقت هو متعطش للسلطة. وعلاوة على ذلك سبب ولاء الكونت فرايد للجنوب كان للحصول على ثقة الإمبراطور وليس الدوك بلاجنت. من الطبيعي أن يبادر هو الذي كان يتطلع فقط إلى ذلك بالانسحاب من الجنوب المنهار. فوق كل شيء، الآنسة ريفير من عائلة الكونت فرايد قد ساعدتني في الجنوب ذات مرة. قد نعتبر أن إرادة عائلة فرايد قد حسمت منذ ذلك الحين. إذا كان قد أنجز هذا القدر من الإنجاز فلا يمكن تجاهل إرادته أبدا. إذا كلام الماركريزة بالنسبة لنا منطقي جدا. إذا يفضل أن ننظر إلى هذه الرسالة بإيجابية. بيكون سعيد جدا بقرارات زوجته. وبالشكل ده في اليوم 171 من اندلاع الحرب الأهلية، الكونت فرايد الذي تواصل سرا مع جيش الشمال اقتنص فرصة الليل المظلم وفتح بوابة قلعة الدوك. وجيش الشمال تدفق من البوابة المفتوحة على مصراعيها. قاوم جيش الجنوب بشراسة، ولكن بما أن الانتصار والهزيمة قد حسموا بالفعل كانت مقاومتهم كلها عبثية. وفي نهاية الأمر استولى جيش الشمال على القلعة في أقل من يوم. هو بالشكل ده جيش الشمال هو اللي انتصر. يا سيدتي، ألم تغمضي عيناك حتى بزوغ الفخر؟ في مثل هذا الوضع لا يمكنني أن أنعم بنوم هادئ وحدي أبدا.
هل يمكنني أن أعلم كيف سير وضع المعركة بالشكل ده؟ جيش الجنوب قد تم إخضاعه بالكامل تقريبا، ولم يتبقى منهم سوى القليل. تبقى مقاومة بعض الفضائل، ولكنهم هيتم حسمهم قريبا. ده يعني ده اللي حصل؟ يا سيدتي، إذا سمحت لي بالتعبير، سيدنا هيكون بخير. أنا ما أعتقدش أبدا إن غليم في خطر، ولكن أتمنى أن يعود في أقرب وقت ممكن. إذا كانت رغبتك ملحة، هل توديني الدخول إلى القلعة الداخلية؟ إيه؟ هو أنا مسموح لي بالشكل ده؟ أيوة، أنا هرافقك في الطريق للحماية. بتقول في نفسها: إذا كان الوضع مطمئنا إلى هذا الحد، إذا فهو لا يختلف عن نهاية النزاع. يقال أن سيدنا قد صعد إلى مكتب الدوق. إيه؟ مكتب الدوق؟ أيوة، يقال أنه يجري مفاوضات مع الدوق الحالي إيدن. بتقول في نفسها: الدوق الحالي؟ في نهاية الأمر، جاء اليوم الذي يدعى فيه إيدن بالدوق الحالي. لم يكن سوى ابن عمي الذي لم يكن قريبا ولا سيئا قبل ذلك. الأشياء التي أزعجتني وتركت لي تجارب مؤلمة اختفت في وقت أبكر. إنسان بذلك القدر فحسب يستقبلني كرمز الجنوب الأخير. انتبهي لموقع قدميك يا سيدتي. بتلاقي إيدن متكتف بالشكل ده. بتقول في نفسها: هل كان ابن عمي يعلم أنه سيواجه تلك النبيلة الضعيفة التي كان يحتقرها بشدة مجددا بالطريقة دي؟ يا ترى كان عمره هيجي في باله إن هو هيكون تحت رجلي بالشكل ده؟ نادية، انتي. إيدن، ها نحن نلتقي مرة أخرى بالشكل ده. هي يا أخي إيدن، كنت أتساءل لماذا تكلفت عناء المجيء إلى هذا المكان الخطير. هل أتيت الاستهزاء بنهايتي على الأقل؟ بصراحة اعتقدت أن أجلي قد حان الآن، ولكن يساورني القلق حقا من أن أوكل أمر الدوكية لك يا نادية. أن تكوني بهذا القدر من الضعف واللين. بيكون في شخص خلفها خلاص هيقوم بقتلها بالشكل ده، ولكن بيجي فارس آخر وبيقوم بكتفه بالشكل ده. قد أبدو لك لينة وضعيفة يا أخي، ولكن يا أخي، لقد تربيت في هذه الدوقية. من المحال أن أعود إلى الدوقية واثقة بك. لقد ظهرت في هذا المكان واضحة ثقتي في غلين وليس فيك أنت. أيعقل أنك ستتفوه بادعائك بالظلم في هذا الوقت المتأخر؟ تمام، حتى أن اللينة سأظهر قسطا من الراحة على الأقل. أوعدك إيدن إن أنا أحاول إن أنا أكون رحيمة معاك. قولي، هو كان عمر طفلك سنتين؟ أنا هقول لهم إن هما ما يقتلوش الطفل ده. أتمنى ألا ينشأ هذا الطفل مثل الناس في هذه الدوقية أبدا. ايه، انت حتى ما قدرتيش ان انت تسوني ذكرى والدك وبعت الدوقية للشمال. هل هذا هو حقا المستقبل اللي انت تخيلتيه؟ هل تظنين ان شيئا سيتبقى ليكي بعد ان حطمت الجنوب بالشكل ده؟ ابدا، ستلاقين نفس المصير يوما ما، لانك ايضا تنتمين في نهاية المطاف الى بلاجنت. هو كمان، ولكن في الوقت ده غليم مش بيديله فرصة ان هو يتكلم، لان في الوقت ده غليم بيقوم بقتله. لا تأخذي كلامه على محمل الجد يا نادية. مفيش مشكلة، فمس عسى ألا يكون قبل موته. هناك شيء مهما قاله أود التأكد منه مرة تانية. إيه؟ حاجة عايزة تتأكدي منها؟ أيوة، سأذهب لمقابلة صلة قرابة قديمة. يا ترى هي رايحة عشان تشوف مين دلوقتي؟ هل هو هنا؟ أيوة يا سيدتي. تمام، خلينا نصعد. سأدخل الغرفة بمفردي، عشان كده انتظر أمام الباب. بتقول في نفسها: هو غريب فعلا، في حياتي السابقة كنت أنت من أتى للبحث عني وأنا محتجزة. ولكن يعني، كيف حالك؟ مر زمن طويل يا كارين يا أختي. إيه ده؟ نادية. بتقول نادية في نفسها: هو دلوقتي الأدوار اتبدلت. نادية، إيه سبب مجيئك إلى هنا؟ هل يجب أن يكون هناك سبب خاصة لتبحث الأخت عن أختها؟ انتي مجرد بنت حقيرة يا نادية. إيه انتي؟ ليه عملتي فيا كده؟ إيه؟ عملت إيه بالظبط؟ خيانة أبي. لماذا انضممتي إلى صف أوغاد الشمال؟ لماذا فعل أبي من سوء بحقك؟ هو ما عملكيش أي شيء سيء عشان انتي تتعاملي مع المعاملة دي. كيف تتجرئين على مكافأة هذا الإحسان بهذه الطريقة بعد أن أواكي ورعاكي عديمة القيمة؟ يا لبؤس هذا اللعين المستحق للعن. هذا الشخص وذاك الشخص كلاهما يكرر نفس العمارة فقط. وأنت أيضا. لماذا فعلت ذلك يا كارين؟ إيه؟ أنت بتقولي إيه؟ بتقول في نفسها: لا، أي سؤال هسأله دلوقتي هيكون بلا معنى، لأن أنا هسألها أسئلة بس عن حياتي الماضية، وأكيد هي مش هتكون فاهمة. قد يكون السيد لي جيهو هو من اقترح هذا الرأي. بتقول نادية في نفسها: أنا لو قلت لها الجملة دي من حياتي السابقة، هي أكيد مش هتتذكر الأمر ده. لا لا لا، خلاص ولا حاجة. كده كده أي كلام هقولهولك انت مش هتتذكريه. أجيبي بدلا من التفاهه بكلام فارغ. قلت لماذا خنت أبي؟ أبي كان يحبك لدرجة الاهتمام، حتى بقى أمر بخطبتك أيتها الحقيرة. كارين، انت لسه غبية زي ما انت. اسموتي أيتها الخائنة. تخونين عائلتك بعد أن انسقتي لكلام الماركريز وينترفول المعسول. تتحدثين طول الوقت وكأنك تعرفين الكثير عن أبي.
هل تعلمين أن أبي قد مات؟ قوليلي، هو إيدن ما قالكيش وقتها؟ إيه؟ أنتِ بتقولي إيه؟ يؤسفني القول، سيكون من الصعب عليكِ أن تحاسبي أحدًا الآن. قتلت للتو بعد أن شاهدت نهاية أخي إيدن. لأ، غير ممكن. مستحيل إن هو يخفي عني شيء بالشكل ده. مستحيل. ده طبيعي. لم يكن هناك حاجة لإخفاء خبر كهذا عنك. إنه فقط لم يعلمك لا أكثر. سواء علمت بالخبر أو لم تعلمي، لم يكن له أي كسب أو خسارة في بلاجنت. لأ، اللي أنتِ بتقوليه ده مش صح. اسكتي، باقول لِك اسكتي. إلى متى تظنين أنك ستبقين متعجرفة بالشكل ده؟ أليس هذا هو الشخص الذي كان أحسن إليك حتى الآن؟ ولكن استني بس. بمجرد اختفاء قيمتك الاستغلالية في المعاملة التي كنت تلقينها هتزول زي السراب. من سيعترف بك في تلك العائلة؟ لقد عاملوك جيدا فقط لأن لديك قيمة للاستغلال، لكن دلوقتي ما بقاش ليك أي قيمة لأن عائلتنا كلها ماتت. إذا كان التفكير بهذه الطريقة يريحك، أنا مش همنعك إن انتي تفكري زي ما انتي عايزة. على أي حال، لن نلتقي مرة أخرى بعد اليوم. قريبا سيأتي الفرسان لاصطحابك. عشان كده خلينا نودع بعضنا البعض دلوقتي يا أختي. أيتها الوقحة. وبعد كده كارين أختها بتهجم عليها بالشكل ده. انتي بتعملي إيه؟ سيبيني. هل تظنين أنني سأذهب إلى السجن أو العالم السفلي بمفردي؟ على أي حال، لم يتبقى لي أي شيء الآن. إذا كانت هذه نهايتي على أي حال، خليني أخد واحدة حقيرة مثلك معايا. بتقول بنفسها. بتنفس بصعوبة. هل يجب علي أن أموت مجددا كذلك الوقت؟ لا يمكنني التنفس. هل أعيد القروء وأكرر الحياة بينما أشعر بذلك الألم مرة تانية؟ لا أريد أن أعيش هكذا أكثر. حاسة أن أنا وعي بيغيب. هموت بالشكل ده. رجاء أي شخص يحميني. غالين، أرجوك. ولكن في الوقت ده كريم بتطلقها. انتي كويسة دلوقتي يا نادية؟ ايه ده؟ بيجي جيهو في الوقت ده وبيقوم بقتل أختها عشان ينقذ نادية. اطمني يا نادية، أنا جيتلك دلوقتي يا آنستي الجميلة. هو بيكون لسه مهووس ومجنون زي ما هو. بتتصدم لما بتلاقي كريم ميتة قدام عينيها بالشكل ده. هو انتي ما كفكيش المركريز؟ انتي حتى غويتي السيد لي جيهو أيضا. أيتها الماكرة، كان يتعين عليك إدراك ذلك من قبل. لولاكي لظلت بلاجنتي في مأمن. والدي وإيدين. لو ما كنتيش انتي بس اتدخلتي، كانت حياتنا هتبقى جيدة. لا تشغلي بالك بشأنها يا نادية، دي مجرد صرصرات فارغة. بتقول في نفسها. ايه ده؟ هو جه ازاي؟ من المفترض ان الفرسان كانوا بيحرسوا البوابة. ابعد عني بقولك. هنتبحثين عن الفرسان الآن. ألا تدركين جيدا أن القضاء على حفن منهم لا يشكل لي أدنى معضلة؟ نادية، أتفهم تماما نفورك هذا، ولكن هل أصغيت إلي قليلا؟ في تلك اللحظة التي كانت فيها أنفاسي تتلاشى وسط الغاب المحترف، فكرت بأنه يتعين علي إنجاز أمر واحد أخير من أجلي ومن أجلك. أنت عايز تقول إيه بالظبط؟ سيب إيدي دلوقتي. أيوة، أعلم يقينا أن البح بهذا الآن لن يجدي نفعا، وقد فات الأوان بالفعل. ولكن لو أتيحت لي الفرصة للعودة ما قبل لقائي بك مرة تانية، ألن ينفتح أمامك سبيل لمستقبل أبهى مما أنت عليه دلوقتي؟ نادية، خلينا نبدأ من جديد. أوعدك إن إحنا المرة دي مش هنفشل أبدا. أبدا. أيا كانت الحماقة التي خططت ليها، كل أفعالك بلت بالفشل. تراودني رغبة كامحة في إزهاق روحك في الحال، ولكن بعد أن تلاشت حاشية دوكيت بلاجنت بأكملها، لا تزال هناك أمور تستوجب الحديث في هدوء. ودلوقتي احبسوه في أعماق زنزانة قلعة بلاجنت. أوامرك يا سيدي. غالين. نادية، أنت كويسة؟ أصابك أي مكروه؟ لا، أنا كويسة تماما. هو أنت إزاي علمت بوجودي في المكان ده؟ لقد أعدوا مسبقا فايلك لنقل الأنسة كارين. بدا لي من تقاسيم وجهك أنك عازم على أمر ما. عشان كده أنا جيت عشان أراقبك، ومن حسن الحظ أنه لا تبدو عليك الندوب أخرى. يا للراحة. الحمد لله إن أنا متأخرتش المرة دي. تعرف إن أنا ممتنة جدا ليك. شكرا جدا ليك. بتقول في نفسها. صحيح إن غلين يقف بجانبي دلوقتي ومسكني مسكني الذي آوى إليه في كل حين. أشكرك من أعماق قلبي يا غلين. أشكرك. وبعد احتجاز السيد ليجيهو، انقضت بضعة أيام على الاستيلاء على قصر بلاجنت. يا سيدتي، أترغبين في المبيت بالملحق عوضا عن المبنى الرئيسي؟ قيل أن الملحق مخصص للضيوف في الغالب، لذا لم تكتمل أعمال ترميمه وتنظيفه بعد. هو ده المكان اللي أنا ترعرعت فيه في طفولتي، لأن المحظية والإبنة غير الشرعية لم ينال سوى الطوبيخ إن وطأت أقدامهم المبنى الرئيسي. طيب، أنا هأمر الخادمات ببذل كل جهدهم في تنظيف المكان حتى يلمع. لقد زل لساني بغير دراية مني. أعتذر على غباء حديثي يا سيدتي. مفيش مشكلة. فبعد طول غياب وجدت مكان يبعث علي السكينة أكتر مما تخزن ذاكرتي. وبعيدا عن ذلك، ما شأن الغرفة التي طلبت تنظيفها؟
هل رتبت بالكامل؟ أيوة، لقد هيأت بما يكفي الإقامة مؤقتة. إنها غرفة والدتي. يبدو أنها ظلت خاوية لزمن طويل. هل لو وضعت أمتعتي في تلك الغرفة؟ أستنامين الآن؟ الغرفة قيد التدفئة ولا تزال تفتقر إلى الدفء. احتفالات النصر في ذروتها دلوقتي، فما رأيك في تمديد برهة في قاعة المأدبة قبل الخلود للنوم؟ بتقول في نفسها: مش عارفة، مشاعري اليوم مشتتة جدا. سأبدأ بتفريغ الأمتعة دلوقتي يا سيدتي. تمام، تفضلي، أنا بعتمد عليكي يا ليزا. كنت أتوقع هذا، إلا إنها مختلفة تماما عن اللي أنا تخيلته. حتى التصميمات ونمط الأساس، لم يعد هناك أثر يذكرني بالماضي. ولكن هذا شأن الأيام حين تمضي. إيه ده؟ نواه، أنت جيت؟ إيه ده؟ سيدتي، أنا كنت بسأل عن مكانه، فإذا به هنا. هل أصطحبه للخارج عشان أنتي ترتاحي شوية؟ لا، دعيه يخفو على الأريكة. اذهبي أنت أيضا. أوامرك، طابت ليلتك، ناديني لو احتجت أي شيء يا سيدتي. لقد كنت مختبئا هنا إذن. هل نلت نصيبك من الطعام؟ تلك فاكهة لا تنبت إلا في أراضي الجنوب. إيه رأيك إن أنت تتذوقها؟ فأنا لم أصادف مثلها في الشمال أبدا. بيكون واضح إن هو سعيد جدا وهو معاها. كالت بولج. كالت بولج هو ده اسمك، مش كده ولا إيه؟ فقد ناداك السيد لي جيهو بهذا الاسم، وإلا فما الداعي أن يلفظ ذلك الاسم خلفك حين كان يقاتلني؟ أنا معرفش، أنا يعني. هو احنا مش حليفين ولا إيه؟ كتمان الأسرار على هذا النحو لا يتفق مع شيم النبلاء أبدا. يلا، قولي على في جعبتك. يلا. هو انت فاكر ان نظراتك دي هتخليني ألين ولا ايه؟ لن اتغاضى عن الامر هذه المرة. مش هتسامح ابدا. برضو مش هتسامح معاك. طيب خلينا نتفق على ذلك. ان اخبرتني بالحقيقة طواعية، فسألبي لك ما تهدف اليه. لا شك ان سم غاية وراء توددك هذا، مش كده ولا ايه؟ ما رأيك؟ عرضك هذا لن يكون في غير صالحك ابدا. طيب ماشي. يتعين عليك اجابة سؤالي بكل دقة. انه وعد. ودي كده بتكون نهاية الحلقة. لو عجبكم قولوا رأيكم ايه.